ضمن سلسلة إصلاح وعي جيل. اليوم حبيت بصراحة نحكي على، مع الأسف، مساهمة الصحفي الفلسطيني في إبادة الوعي الإسلامي والعربي، إبادة وعي المناصرين الفلسطين. مثلا مصطلح المستوطنين، دولة عندها عصاباتها اللي يتسموا بالجيش، وعندها كل من فيها هو جيش احتياط. هذه عصابة منظمة على هيئة دولة، مع الأسف وكرها أراضينا المحتلة. أيضا استخدام مصطلح مثلا إقامة بؤرة على أراضي الفلسطينيين. المشاهد العربي أو المشاهد المستشرق المغيب عن الحقيقة في فلسطين يظن أنه فما أراضي غير فلسطينية يملكوها صهاينة، يعني من قبل 1948 أو قبل 1917. فمع الأسف يعني فعل غير مقصود ربما يغيب جيل، ونحن لا نريد هذا.